السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على النبي يا حبايبي واذكروا الله، ألا بذكر لا تطمئن القلوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يلا كده بقى مع بعضينا نعمل شوية بتنجان بالدقة، حاجة كده اللهم بارك يا بنات. أنا معايا كده كيلو بتنجان، طبعا أنا بقول لك على على الطريقة وانت بتعملي الكمية اللي انت عاوزاها. أنا كده معايا كيلو بتنجان ما شاء الله كده، ولا صغير قوي ولا كبير قوي، أنا بجيبه وسط عشان يبقى فيه لحم كده. بس اتبعي الطريقة دي، كل خطوة فيها بتكمل بعضيها. يلا نبدأ بسم الله ونصلي على الرسول ونشوف الفيديو بتاعنا ده اتعمل ازاي. ما تنسيش تحطي لي لايك وتشتركي في القناة عشان يوصل كل جديد من قناة يومياتي انا وبناتي مطبخ ام محمد. معايا حلة كده زي ما انتم شايفين، هنزل بيها كده املة نصها مية. حطي فيها معلقة سكر عشان تبقى مادة حافظة. حطي فيها معلقتين كمون وحطي فيها معلقتين بابريكا. الدقة دي يا بنات اللي هحفظ فيها البتنجان لمدة طويلة في التلاجة، مش هيحصل لها أي حاجة. كل حاجة بتعمليها بتكمل بعضيها، الشطة، البابريكا، الملح الأبيض، السكر. هنزل بحبة خل زي ما انتم شايفين كده، وهحط كمان شوية زيت، وأقلب الكلام ده كله كده مع بعضه زي ما انتم شايفين كده. اعمليها بنفس الطريقة بجد يا بنات، ما شاء الله قعد فترة كبيرة في التلاجة، ما حصلهوش اي حاجة خالص نهائي، ولا عمل ريم ابيض بقى ولا ريحته ولا اي حاجة ما شاء الله. وشوية الدقة دول بقى ما شاء الله كده تحفة يا بنات. بحفظ فيها البتنجان بتاعي وباخد منها بردك، بحط بردك على دقة البتنجان. هنزل بشوية بردك بابريكا كده تاني، لان انا بحب المية بتاعتي تبقى حمرا كده وجميلة. افضل اقلب كل بقى ده لما يدوب كده مع بعضه. وبعد كده هنزل بقى بشوية ملح اهو زي ما انتوا شايفين كده، وابدأ بردك اقلب اهو. هنزل بالبتنجان بتاعي، بصوا بتنجان وسط ازاي، مش كبير ولا صغير يا حبايبي اهو. الفلفل الاخضر مش هحطه دلوقتي، انا هحطه بعد قبل ما اطلع البتنجان بحاجات بسيطه. بصوا بقى انا حطيت البتنجان، بصوا بقى هو طاير ازاي في الحله الفوق، لا انا مش عاوزاه كده، انا عايزاه يبقى ثابت في الحله من تحت. هحط عليه غطا حل طبق استانلس كده، واحطه كده عليه واغرزه لتحت خالص، وبعد كده هرفعه على النار. كده بقى نعمل الدقه بتاعته. معايا فلفل احمر، معايا شطه خضراء سبايسي زي ما انتي عاوزه. معايا فلفل طبعا انا هسلقه مع البتنجان، بس مش هحطه من دلوقتي عشان ما يتهريش مني. قبل ما اطلع البتنجان هحط ياخد غلوه بسيطه خالص عشان يبقاش مهري. والبتنجان يا حبايبي انا بسلقه يعني 3/4، مش بسلقه قوي، عشان لما يتحط في الدقه بتاعته يقعد في معايا في التلاجة ما يعجنش مني ويبقى مبخبخ كده وميه. لا اسيبه كده نص سوا، 3/4 سوا كده، وهو هيكمل السوا بتاعه بقيه الطبق اللي انا هعمل فيه. كده معايا الكبه بتاعتي، هنزل بقى كده بفلفل احمر فلفل اخضر. هنزل كده بالثوم، بصوا الثوم اللي انا مفرزاه معاكم بقى يا حبايبي كانه فريش خالص يا بنات، ما شاء الله كل حاجه في البيت بتتعمل بتسهل عليا حاجات كتير قوي. انا زي ما حطيت في الميه هحط هنا برضك في الكبه. هنزل معلقه شطه، هنزل برضك بكمون وبملح وبابريكا زي ما انتم شايفين كده. وطبعا البتنجان روح الليمون، اديله ليمون على قد ما تقدر، بيخليه ميزز كده وجميل وطعمه تحفه. جربوه بنفس المقادير، ما تنقصوش اي حاجه خالص، لان هي سبحان الله كل حاجه بتكمل بعضيها. تقدري تعملي الكميه اللي انت عاوزاها تحتفظي بيها في التلاجة. انا بديك الفكره وانت بتعملي اللي انت عاوزاه. كده انا زودت برضك فلفل تاني اهو، وابدا بقى اضرب الكلام ده كله كده في قلب بعضه. انزل اهو بالليمون، عصره ليمون كمان. انا كده هعصر ليمونتين او ليمونه ونص كده، عشان انا بحب الليمون يعني حلو قوي كده، يعني في قلب الدقه بيديله طعم تحفه صراحه اهو. زي ما انتم شايفين كده بعمل كل حاجه بالراحه خالص. أو صليتوا بقى على النبي ولا لسه؟ صلوا على النبي يا حبايبي واذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يا رب يكون وصفاتي بتعجبكم يا حبايب قلبي. ما تنسوش بقى اللايك وتشتركوا في القناه وتحطي لي اللايك عشان ترفعي لي الفيديو لاعلى مشاهده. كده انا بدأت اهوت بقى الكبه بتاعتي، برضك هتحرى شويه كده، انا مش عاوزاه ولا ناعم قوي ولا مجروش قوي، يا دوبك كده وسط، كل حاجه وسط والله يا حبايبي تبقى حلوه اهو. بصوا انا بحط بقى الفلفل بتاعي بالبذر بتاعه عشان انا عاوزاه يبقى حار، لان هنا احنا عندنا بنحب الحاجه حار جدا. بصوا انا فطرت فرمته بقى، بصوا عامل ازاي. اصحابي كده اهو، انا نازل بقى الكميه بتاعتي في قلب طبق واسع عشان ابدا بقى ايه
ازود الخلطه بتاعتي. بجد ريحتها يا بنات اللهم بارك تحفه. الخلطه دي جباره ما شاء الله. انزل بقى بحبه خل كده في الكب عشان الم بقيه الخلطه بتاعتي دهيت. اهو زي ما انتم شايفين كده. هنزل برضك الباقي منها ده اهو. انزل برضك بحبه زيت. الزيت ده يا بنات ما بيخليش البتنجان يريم مني، يعمل ريم ابيض او يبقى له ريحه، لا. ومعلقه السكر انا حطاها دي بتبقى مطه حافظه. انزل بقى كده بكام برضك عصره ليمونه كده اهو في قلب الدقه اللي انا عملتها. حلو بقى طبق البتنجان ده. عاوز باميه ويكا، عاوز طاجن باميه، عاوز ملوخيه خضراء، عاوز صينيه بطاطس، عايز طبق بصاره، بجد حقيقي تحفه. طول ما هو في التلاجة كده ما شاء الله اقدر اعمل اي حاجة. والله بقوم الصبح نفطر كده نجيب طعمية كده وفول وحاجات واحطه. بسم الله ما شاء الله. احسن ما تشتري بتنجان من المطعم بره بيجي اسود وبيحرق الصدر. واستغفر الله العظيم ما اعرفش اصلا بيبقى مجلد وبيعملوه ازاي. كده انا سلقت البتنجان بتاعه زي ما انتم شايفين. وحطيته كمان يعني برد شويه، هو مولع بس انا حطيته يبرد شويه. بصوا يا حبايبي مش معجن ولا مهري ولا اي حاجه. اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. بصوا الفلفل بتاعي طبعا قبل ما اشيله كنت حطيت الفلفل بتاعي عشان ما يتهريش مني. بصوا اهو. معلش بقى هي ايه الكاميرا مش مقربه. بصوا بقى الميه دي تحفه. الميه دي جميله والله يا حبايب قلب اللهم بارك. ولونها جميل يا بنات. هاخد بقى كبشه كده وانزل بيها على الخلطه بتاعتي. شويه الخلطه دول في حته تانية خالص. ما شاء الله اللهم بارك. حاجه كده جميله والله يا حبايبي. اهو. بصوا عامله ازاي معايا وريحتها جميله جميله جميله. جربوه بالطريقه دي هيعجبكم جدا. طبعا هو سخن قوي معايا فهحطه في طبق وابدا افتح بالمعلقه. انا يا حبايبي ما فتحتهوش قبل ما اسلقه، انا سبته مقفول عشان ما يتهريش مني. بصوا بفتحه بالمعلقه. بصوا يا بنات ابيض وعامل ازاي. قلبه مش اسود ولا اي حاجه ما شاء الله اللهم بارك. بصوا بقى ابدا بقى احشي كده بالمعلقه. طبعا دي العلبه انا بجيب العلب دي بخليها عندي للتلاجة. طبعا العلبه دي هنزل بقى كده بمعلقتين من تحت خلطه علشان يبقى غرقان في الخلطه بتاعته كده من تحت ومن فوق. بصوا بقى ببدا برضه كده افتح بالمعلقه. بصوا قلبه يا بنات ابيض ازاي. اما تسلقيه اسلقيه وهو مقفول، لو فتحتيه قلبه بقى اسود من جوه. بصوا طبعا انا بحشيها بقى كلها بملاها كده خلطه. بصوا هو سخن مولع فمش قادره امسكه بجد. وطبعا يا بنات هخلله مش هقفل العلبة، انا مش هحطه في التلاجة الا لما يبرد تمام خالص. يبرد خالص وبعد كده احطه في التلاجة، ما احطهوش وهو سخن. ولا هقفل العلبة كمان وهو سخن كده. اهو زي ما انتم شايفين كده. اهو واحدة كمان اهو. شوفوا بقى الجمال. بجد يا بنات شوية بتنجان اللهم بارك حاجة كده عسل. اهو. طبعا انا بعمل في كيلو. انت عاوزه تعملي ضعف الكميه براحتك. انا بديكي الفكره وانت على بس كيلو حلو، او لو قعد اسبوع بدل ما يقعد اكتر من كده في التلاجة اهو. ما شاء الله بيتاكل بسرعه بيبقى جميل جدا. طبعا بقى الليمون كتير ما شاء الله كده بتخليه ميزز كده. الخلطه دي في حته تانية خالص. ممكن لو عندك خلطه في العلبه تسلقي بتنجان وتحطيه زي ما هو كده عليها كمان. اهو بصوا ايه رايكم في الجمال ده اهو. اهو حاجه كده اللهم بارك يا حبايبي. متنسيش بقى تحطي لي اللايك عشان الفيديو يترفع لاعلى مشاهده. زي ما انتم شايفين كده اذكروا الله يا حبايبي كده. الا بذكر الله تطمئن القلوب. اهو ايه رايكم بصوا الجمال والله يا بنات ما شاء الله يفتح النفس. بصوا شويه الدقه ما بسيبش حاجه منها خالص. اللهم بارك. اهو بصوا اهو. بصوا الفلفل بتاعي بقى ولا مهري ولا اي حاجه، دوبك خد غلوه صغيره. وطبعا كده كده هيستوي في قلب الدقه دهيت في قلب العلبه. انا مش عامله برطه كتير، عامله 3 قرون بس وخلاص. بس بجد الدقه دي تحفه وشطشطه وحراره بقى سبايسي ما شاء الله. اهو هبدا بقى انشل بقيت بقى ايه الفلفل الباقي فاضل واحده اهو. هجيبها برطك احطها اهو. بصوا منظر ما شاء الله اللهم بارك.
شوفوا بقى الليمون، انا بقى بعشق الليمون على البتنجان، تحفة 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 تحفة. الطريقة دي جميلة والله يا حبايبي، جربوها تعجبكم جدا. شفتوا شكله عامل ازاي؟ يفتح النفس. هنزل بالدقة بتاعتي كلها. بصوا بقى شوية الدقة دول عسل كده. ممكن مثلا لو جايبه بتنجان ولا حاجه وسلقته، ممكن احطه في قلب العلبه زي هو كده مع الدقه والحاجات دي، بتبقى بسم الله ما شاء الله. وازوده. انزل برطك بقيه الليمون برطك اهو. اهو طبعا براحتك انتي. انا عشان انا بحب الليمون صراحه ربنا، فبكتر الليمون صراحه. اهو. بصوا بغرق العلبه كلها. اهو. انزل بقى كده بشويه زيت، منعا للعفن ومنعا لاي حاجه خالص. بيحفظهولي وبيخليه اول واحده زي اخر واحده. ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ اهو بصوا الدقه. بصوا يا بنات لونها عامل ازاي. بصوا الميه اللي انا سلقت فيها. طبعا بحط الميه عشان الميه دي عباره عن ماده حافظه بكل البهارات اللي فيها بقى بالتوابل اللي فيها. بجد بتخليها لي في حته تانية. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم واستفدتم منه. لايك وشير للقناه عشان يوصل لك كل جديد. اسيبكم في حفظ الرحمن. اهو. طبعا مش هغطيه دلوقتي خالص. اهو. هسيبه لما يبرد خالص، وبعد كده ابقى احطه بقى ايه في التلاجة. بصوا ما شاء الله عامل ازاي. دايب دوب يا بنات، اللهم بارك. لايك وشير للقناه عشان يوصل لك كل جديد من قناه يوماتي انا وبناتي. اسيبكم في حفظ الرحمن. سلام.